السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. أتمنى تكونوا بخير على خير، أموركم طيبة وصحتكم جيدة. في هذا الفيديو هذا غادي نتطرق لموضوع الساعة اللي هو قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاقية ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الاتفاقية ديال الفلاحة والصيد البحري. فهذه الاتفاقية هذه بالخصوص أنا في نظري كانت هي اتفاقية جائرة ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأن كيوقع فيها خصوصا في جانب ديال الصيد البحري استنزاف لثرواتنا البحرية. وكتشوفوا مؤخرا أن واحد الفيديو كان يدور في السوشيال ميديا، خصوصا في الصحراء، في الداخلة على ما أعتقد. في الداخلة كان واحد السيد كيمشي غير البحر شوية وكيغرف هكايا بواحد الصندوق، كيلقى قوة الحوت ويرجع يردو، ويجي هكا وكيرجع كيلقى قوة الحوت ويرجع يردو. علاش دابا هاد ديك الظاهرة وقعت؟ علاش انه كثر عندنا الحوت دابا في البحر؟ لانه ما كاينش استنزاف الحوت، كان يوقع لنا الاستنزاف كانوا كيصيدوا بشكل هبيل، خصوصا الاسبانيين. الناس ديال اسبانيا، الصيادين الاسبانيين كانوا كيديروا فينا غزوات في البحر، وكانوا كيزيدوا فيه، كيديروا الانهاك للثروات السمكية اللي عندنا. حاليا عندنا اتفاقيات مثلا مع روسيا، عندنا اتفاقيات مع أظن الصين واليابان على ما أعتقد. أظن يعني الصين واليابان عندنا يمكن اتفاقيات معهم في إطار الصيد البحري. هاد 3 الدول أظن اللي كيصيدوا في البحر ديالنا حاليا، أما باقي الدول فما عندهاش الحق. فكان عندنا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حاليا ملغاة، هذه من 2023 بالمناسبة، يوليوز 2023. ووقعت ديك المشاكل مع المحكمة الأوروبية اللي داخلة، اللي حنا لا تعنينا، وغادي نشوفوا هنا في البلاغ ديال وزارة الخارجية كتعبر عن هذا الموضوع. هذا المشكل اللي واقع في المحكمة الأوروبية حنا لا دخل لنا به. هذا الشيء ما بين دول الاتحاد الأوروبي وبعض البرلمانيين الأوروبيين، وبالخصوص هنا إسبانيا وبعض البرلمانيين الأوروبيين اليساريين تابعين أو اللي داخلين في البيرول ديال أو الخلصة كتخلصهم الجزائر. فإحنا لا علاقتنا بهذا الموضوع، ومزية علينا أنه أصلا نلغاو هذه الاتفاقية، لأنها كانت في نظري اتفاقية جائرة وما كتعطينا حتى شي إضافة. كان داخل فيها غير الابتزاز، كان داخل فيها الابتزاز فقط في الماضي. دابا حاليا من بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وكذلك اعتراف ديال دول كثيرة وازنة بمغربية الصحراء، الابتزاز الأوروبي لم يعد له أي مكان. ما بقاش يعني قادين أنهم يبتزونا، فيلغيو الاتفاقية، يحرقوها، يديروها كاطو، شغلهم هذا. احنا لا علاقة لنا بهذا الموضوع أصلا. الخاسر الأكبر هنا هي إسبانيا، اللي كما قلت لكم كانوا كيديروا غزوات في البحر. الصيادين ديال الأندلس بالخصوص كانوا كيديروا ما عجبهم، وكانوا دايرين بوكو فلوس من هذا الموضوع هذا. وعلى داك الشيء كاينه عندهم مثلا في جنوب اسبانيا اللي هو الاندلس، عندهم دابا ازمه مع الصيادين، لانه الامور تغيرت. الرابح الاكبر بطبيعه الحال هو المغرب، لانه ثرواتنا البحريه تبقى عندنا، الحوت ديالنا يرتاح شويه مسكين ويتكاثر. انت كما قلت لكم واحد الفيديو دابا نجيبو لكم بعد ديال البحر فيه الحوت بزاف. والرابح الأكبر رقم 2 هي بريطانيا، التي يعني غادرت الاتحاد الأوروبي وما بغاش تبقى في هذا السيرك اللي سميتو الاتحاد الأوروبي، اللي كيسيروه بعض المهابيل والناس اللي يعني ما كتعرفش مصلحتها بكل صراحة. فغادي نقراو بلاغ وزارة الخارجية المغربية اللي كان بلاغ صارم وقوي في هذا الموضوع هذا، ورجعوا عاوتاني. قالك تعتبر المملكة المغربية نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم الجمعة بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، إذ لم تشارك المملكة في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
المغرب ليس طرفا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، بالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار. ومع ذلك فإن مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الواقع محل شبهات، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق الملف إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا. وفي إطار هذا الزخم سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقاربتها الثابتة. من جهة أخرى كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإمام القانوني. وهنا بيت القصيد: الفرق ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. بريطانيا شافت مصلحتها في هذا الموضوع هذا، شافت أنه التطور الأممي والتطور القانوني والتطور السياسي في هذا الموضوع ديال قضية الصحراء المغربية، فقلت أنه من يحكم الأرض هو المغرب. أوكي، واللي كاينين تما راهم مغاربة، إذا علاش راني نلغي لنا الاتفاقية ديال الصيد البحري والفلاحة مع المغرب؟ بل أكثر من هذا، بريطانيا مشات معنا بعيد ودارت معنا ديك الاتفاقية ديال التزويد بالكهرباء انطلاقا من الصحراء المغربية، في حين الاتحاد الأوروبي كيصنت لك البرلمانيين الأوروبيين وكذلك الجزائر اللي حاطة قوة الفلوس باش زعما تلغي هاد الاتفاقية هادي، على بالها يعني كضرنا، ولكن في الحقيقة راه كتفيدنا. شكرا شنقريحة، شكرا خايب السمية لأنك فعلا نفعتينا في هاد القضية هادي. نكملوا البلاغ. وفي إطار هذا الزخم سمحت المملكة نفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقاربتها الثابتة. من جهة أخرى كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإيمان القانوني. إن المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية. وفي هذا السياق يجدد المغرب التأكيد على مواقفه الثابتة إزاء عدم الالتزام بأي اتفاقية أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية. إذن هذا هو الجملة الأهم جدا في هذا البلاغ هذا، أن المغرب يؤكد ويجدد بأن مواقفه الثابتة، أنه ما غيلتزم بأي اتفاق أو وثيقة قانونية ما كتحترمش وحدته الترابية والوطنية. يعني أي واحد يعتقد أنه ممكن يبتز المملكة المغربية بهذا الخصوص هذا فهو واهم. المهم كانت هذا هو الفيديو ديالنا، متنسوناش في لايك وبارطاج وكذلك الاشتراك في القناة باش يوصلكم آخر ما كاين. إلا عجبكم هذا الفيديو ممكن هذا الفيديو من هنا ممكن يعجبكم كذلك. تهلاو في راسكم والسلام عليكم.